هتعرف تحوّش في ألمانيا والّا لأ؟ لإن أنا سمعت ناس بتقول أنت حتى مش بتعرف تحوّش ال100€. طيب هتعرف تحوّش في ألمانيا والّا لأ؟ دي متوقفة على مصاريفك. تعالَ أقول لك بقى إزاي بتصرف وبتصرف على إيه وتقدر تحوّش والّا لأ. أهم حاجة في نقطة التحويش أنت عاوز تعيش إزاي، ديّة نقطة كبيرة جدًا هي اللي هتحدد مصيرك ومصير مرتبك اللي أنت هتاخده، حتى لو بتاخد الحد الأدنى من المرتبات. في ناس تقول لك لا يا عم أنا هاعيش مثلًا في سكن شباب، هل ده مثلًا هيتساوى بواحد هيروح يعيش في سكن لوحده؟ سكن الشباب ده هيصرف له على الأقل 400€، لو هياخد شقة لوحده مش هتبقى أقل من 800€ أو 850€، ودي شقة صغيرة. هيعوز شقة كبيرة مثلًا عشان يجيب عيلته، شقة مش هتقل عن 1200€ في مدينة متوسطة. نقطة السكن وأنت عايز تعيش إزاي، برضه نقطة الأكل والشرب بتختلف من شخص للتاني. شريف مش هياكل زي محمد، مش هياكل زي أحمد، مش هياكل زي إبراهيم. اللي بيصرف على الأكل ب400 و500€ أكيد مش زي اللي بيصرف 200. أنت عاوز تاكل إيه وعايز تعيش إزاي، عايز تهتم بأكلك والّا لأ؟ دي نقطة مهمة جدًا لازم تحطها في الحسبان. بس متوسط كعيشة آدمية مش هتقل عن 400€ أكل لو فرد واحد وبتاكل في البيت علشان تاكل أكل كويس. فنقطة التحويش عمومًا بتختلف. أنت مثلًا أنا قُلت لك السكن والأكل والشرب دي الأساسيات بتاعة أي حد هنا. الترفيه لبس طبعًا حاجة تانية، أنت هتلبس إيه وهتلبس إزاي. هل ما فيش حد ما بيحوّشش؟ لأ، كل الناس هنا بتحوّش في ألمانيا. المبلغ اللي بتحوّشه ده متوقف أنت عايش عيشة آدمية والّا لأ، ساكن لوحدك بمزاجك والّا ساكن مع حد، بتاكل وتشرب كويس والّا لأ، بتصرف على رفاهيتك وعيشتك الآدمية والّا لأ. هل لو أنا عِشت عيشة آدمية وعيشة كويسة جدًا، هل هاعرف أحوّش؟ آه هتعرف تحوّش، لإن الألمان نفسهم بيحوّشوا، بس التحويش بتاعهم بيكون يطلع قرلاوب مثلًا آخر السنة، يجيب عربية. تحوّش كام متوقف أنت عايز تعيش إزاي جوّه ألمانيا.